نقلت لكم قناة الإعلامي مينا كرم وبرنامج نبض الشارع أحداث المؤتمر الحاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الذي نظمه المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية من مدينة المريوطية بمحافظة الجيزة. كانت معكم قناة الإعلامي مينا كرم وبرنامج نبض الشارع، وإلى اللقاء. رئيس الجمهورية. أقام حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب رئيس مجلس القبائل المصرية والعربية مؤتمره الثاني لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. هذا وثمن رئيس مجلس القبائل المصرية والعربية ولفيف من قيادات القبائل ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي نجح في تحقيقها خلال السنوات الماضية. يعني طبعا 6 اكتوبر معانا ابطال 6 اكتوبر كلهم، ولكن الفعاليه العميقه من جوه هي مسانده الرئيس عبد الفتاح السيسي في المرحله الجايه، مرحله مصر محتاجانا فيها. احنا بندعم مصر وبندعم الرئيس السيسي وبندعم مؤسسات الدوله وبنقول نعم لاستقرار وامن وامان مصر، ونعم للقائد والاب الروحي لكل المصريين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا مقتنعين بكل اللي عمله الرئيس لمستقبل مصر، واحنا بنشجعه وراه ويكمل مشواره باذن الله. نحن مشاركتنا قبائل العربيه من الساحل للسد، من قبائل السعادي والمرابطين والاشراف، يدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ما لا نهايه، وربي يطول عمره ويزيد دخر لمصر ويحفظ ان شاء الله، ونحن معاه ضد اعداء مصر، نحن معاه نحن معاه نحن معاه حتى الموت. احنا اتينا من كل ربوع الجمهوريه عمد ومشايخ رموز من الشباب والقبائل العربيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه، نقول لمعالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير على بركه الله، كمل مسيره العطاء، كمل مسيره التنميه، كمل مشوارك يا ريس، نحن معك كما نصرناك في اول في 30 يوليو المجيد ثورة التصحيح. نقول لك يا سيادة الرئيس سير على بركة الله، نحن على عهدنا باقي، نحن على عهدنا باقي، نحن على عهدنا باقي.